النهارده هتكلم معاكم عن 5 حاجات بتعملوهم غلط في الجيم، ولو فضلت ماشي على ال5 حاجات دول هتودع الجيم، لان هي اهم حاجه في الحلقه بتاعه النهارده. اقول لكم على 5 حاجات تتجنبوهم في الجيم علشان ما تودعش الجيم بدري. اول حاجه وهي الوضعيه الغلط. ما ينفعش تلعب غلط على اي اداء، لان ممكن الاداء الغلط يخليك تقعد في البيت وما تقعدش تروح الجيم نهائي. زي مثلا انك تلعب اسكواد غلط، زي مثلا انك تلعب ديد ليفت غلط. كل دي تمارين انت ممكن تكون بتلعبها غلط اول ما تخش الجيم. طب اعمل ايه؟ اخش اشوف مدرب معايا في الجيم، اوقفه معايا يعلمني الاداء الصحيح لحد ما اتعلم، وبعد كده ابقى العب لوحدي. يا اما لو مفيش مدرب في الجيم ابدا اخش على اليوتيوب وابدا اشوف الوضعيه الصحيحه بتتلعب ازاي. ابعد عن الاوزان الحره اول ما تخش الجيم. حاول تختار الاجهزه، زي مثلا لو انت هتلعب سكوات في جهاز للسكوات، لو انت مثلا هتلعب ديد ليفت في جهاز للديد ليفت، لو هتلعب مثلا صدر او هتلعب اي عضله في جسمك. الجيمات بقت مليانه اجهزه حديثه وتقدر تتمرن من غير ما تخش على الاوزان الحره، علشان ما تتصابش وتتجنب الاصابه في اول ما تخش الجيم، عشان ما تتعقدش وتحب الجيم وتكمل فيه. تاني حاجه الناس بيعملوهم ما بيعملوش عمليه احماء كويسه. لازم تعمل عمليه احماء لمفاصلك وتهيئ العضله على الشكل اللي هي داخله تلعب عليه. يعني مثلا انت لو رايح تلعب شيست لازم تعمل عمليه احماء لعضله الشيست والمفاصل الكتف اللي هي المفاصل المساعده، مفصل الكوع ومفصل الكف. لازم تعمل عمليه احماء للمفاصل اللي هتشتغل في التمرين ده كويس جدا عشان ما تتصابش ويحصل لك مشكله وتقعد في البيت. تاني حاجه لازم تهيئ نفسك وتهيئ العضله على الشكل اللي هي هتبدا عليه. تبدا دمبل بريس، لازم تهيئ العضله على الشكل اللي هي هتلعبه وتبدا بوزن خفيف، وبعد كده تبدا تزود واحده واحده. ما ينفعش تسخن وتقوم داخل على طول بوزن تقيل، غلط. العضله مش متهيئه، انت سخنت المفاصل بس ما سخنتش العضله وما ضختش فيها دم خفيف كده واديت لها الشكل اللي هي راحه تلعبه. لو راح تلعب مثلا اي شكل من الاشكال، ظهر صدر رجل اي شكل، لازم تهيئ الاول في اول مجموعه بوزن خفيف وبعد كده تبدا تزود واحده واحده. الخطا الثالث الاوزان الثقيله. ناس كتير بترفع اوزان ثقيله بشكل عبيط ومش عارفه هي بتعمل ايه، وفاكره ان هي كده هتطلع عضلات، بل بالعكس هي بتصيب نفسها وهتقعد في البيت ومش هتكمل تمرين. ليه؟ لان العضله مش بتطلع بالوزن الثقيل، العضله بتطلع لما بتتعرض لضغط. عرضتها لضغط بقى، شلت وزن تقيل، عرضتها لضغط في اسلوب تمرين، عرضتها لضغط في عدات كتيره، المهم ان انت تعرض العضله لضغط، مش شرط الاوزان. عدم التنفس اثناء التمرين، بيبقى قافل نفسه وعمال بيتمرن وبيعتل في الوزن عشان الوزن تقيل ومش بياخد نفسه بشكل صحيح. لو انت مش بتاخد نفسك بشكل صحيح، اسلوب التمرين بتاعك هيبقى سيء، مش هتوصل اكسجين اكتر للعضله بسبب ان الرئه مش واخده الاكسجين الكافي بتاعها. فلازم تاخد نفسك بشكل كويس وانت بتتمرن. وانا نازل اخد نفسي، وانا طالع افضي نفسي، وابقى بتمرن بهدوء وابقى بتمرن بشكل كويس علشان العضله تتحط تحت ضغط وابقى واخد نفسي واقدر اشيل الوزن التقيل. رقم 4 معانا لازم تتاكد من التنفس اثناء التمرين انه يكون بالشكل الصحيح. اخر حاجه واهم حاجه رقم 5، لازم تحدد هدفك. انت رايح الجيم ليه؟ رايح الجيم بتنشف، ولا رايح الجيم تضخم، ولا رايح الجيم واخد الجيم ده لايف ستايل، ولا انا لاعب كوره رايح اقوي البدني؟ لازم تحط هدف قدامك وتعرف انت رايح الجيم ليه. ما ينفعش تروح مع صاحبك مثلا اللي رايح يخس وانت رايح تضخم، او انت رايح تعمل بدني وهو رايح يخس. كل واحد له هدف لازم يحدده، كل واحد رايح الجيم له هدف معين، ما ينفعش يكون نفس الشخص التاني. ما ينفعش انت هتمشي على نفس اللي صاحبك ماشي عليه. لازم تحدد هدفك عشان توصل للنتيجه في اسرع وقت وتحب الجيم وتستمر فيه. الناس كتير بتيجي الجيم ما بتبقاش محدده هدفها، جايه تلعب مع اصحابها، جايه تلعب اي حاجه، فبالتالي ما بيشوفش نتيجه لان هو مش محدد هدفه هو عايز يعمل ايه. هو مثلا جاي يخسس بيلعب حديد وما بيلعبش كاردو، فبالتالي مش هيخس. جاي مثلا مش ماشي على نظام، مش مظبط الجدول بتاعه، فبالتالي ما بيشوفش نتيجه سريعه، فما بيحبش الجيم وما بيكملش. لكن انت لو محدد هدفك وعارف انت رايح فين وعارف انت بتعمل ايه وعارف انت بتاكل ازاي وبتتمرن ازاي وايه التمرين اللي انت هتتمرنه، عن طريق ان انت محدد هدفك هتلاقي نفسك وصلت للنتيجه اللي انت عايزها بسرعه، وهتحب الجيم وهتكمل والامور هتبقى معاك حلو. بس يا جماعه، ودي كان 5 حاجات ناس كتير بتعملها غلط في الجيم، حبيت ان انا انبهكم منهم. ما تعملهمش، حاول تتجنبهم. اتمنى ان اكون فدتكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكل يوم هنزل لك تمارين وهنزل لك فيديو جديد عن التغذيه، اقول لك معلومه او هقول لك على حاجه غلط انت بتعملها في الجيم.